لاقيه في العتبة بشوفها فهمني وبتكسها ليه؟ انت هتشتريها؟ اشتريتها خلاص يا مثبت العجل. مين فينا ما شافش فيلم العتبة الخضراء؟ فيلم من أفضل أفلام السينما المصرية وكان ليه صيت كبير، مش بس عشان صناعه أسماء من العيار التقيل زي أحمد مظهر وإسماعيل ياسين وصباح، كمان عشان فكرته كانت جديدة في وقتها وبره الصندوق. بس في الأول والآخر بنقول عليه فيلم. طب أنت تصدق إن حاجة زي كده ممكن تحصل في الواقع؟ أجل كل مواعيدك وركز معايا عشان هحكي لك عن أشهر عملية نصب حصلت في العالم واللي كتير مننا ممكن ما يبقاش عارفها. أنا ريهام محمود ودي سكابيتال. بطل حكايتنا النهارده هو فيكتور لاستيك، واللي اتخلد اسمه كواحد من أذكى النصابين في العالم لأنه صاحب أكبر عمليات اغتيال في التاريخ. اللي قدامك ده نجح في إنه يبيع أحد عجائب الدنيا السبعة ألا وهو برج إيفل، وما باعوش مرة واحدة لأ ده باعوا مرتين. خليني الأول أقول لكم نبذة بسيطة عن فيكتور. اتولد في بوهيميا أو ما يعرف بجمهورية التشيك 4 يناير سنة 1890. والده كان عمدة بلدة صغيرة اسمها هاستين. امتلك لاستيك ذكاء حاد وأفكار فريدة من نوعها في الاحتيال على ضحاياه، بالإضافة لشكله الوسيم اللي كان بيوحي بالثقة، ده بجانب أناقته ومظهره الخارجي اللي كان بيعيرهم اهتمام كبير، بالإضافة لمهاراته في إجادة 5 لغات مختلفة واللي كان منهم الفرنسية والألمانية والأسبانية. أطلق على نفسه أكتر من 40 اسم مستعار، كل اسم منهم بسيرة ذاتية وتاريخ وأصل مختلف، وكان بيملك العديد من جوازات السفر المزيفة، وكان بيشتهر بوجود ندبة في الجهة اليسرى من وجهه بسبب شجار حدث في ملهلي. وزي أي أهل بيتمنوا مستقبل أفضل لأولادهم، أهل فيكتور اتمنوا يشوفوا ابنهم محامي أو دبلوماسي صاحب صيت محترم، لكنه اختار الطريق الأسهل والأقصر للوصول لطموحاته بشكل أسرع. برع لاستيك في فترة المراهقة في عمليات النصب واللي كانت متواضعة في البداية لحد ما وصل سن 19 سنة واتجه للتفرغ لنشاطاته في الرحلات السياحية على متن السفن اللي كان خط سيرها ما بين أوروبا وأمريكا، واللي كانت مكان مثالي لاختيار ضحاياه وتنفيذ خطته عليهم وانعدام احتمال مصادفتهم ليه مرة تانية. أول عملية نصب الفيكتور كانت عبارة عن ماكينة طباعة النقود. لاستيك وقتها كان بيختار ضحيته بعناية وكان بيحاول يقنعها بأن الماكينة تقدر تطبع $100 كل 6 ساعات، لحد ما تنبهر الضحية بالماكينة ويشتريها بمبلغ كبير واللي كان غالبا بيتجاوز $30,000. وبعد مرور 12 ساعة على عملية الشراء بتكون الماكينة أنتجت $200. وبعد كده تبتدي الماكينة تنتج ورق أبيض، وده لأن مخزون النقود اللي جواها بيكون خلص تماما. في الوقت اللي بيدرك فيه الزبون إن اتعرض لعملية نصب بيكون فيكتور هرب. لحد دلوقتي كل اللي فات شبه حكايات كتير سمعنا عنها، لكن الحكاية بجد بتبتدي في يوم من أيام ربيع سنة 1925 بعد الحرب العالمية الأولى. لاستيك كان بيقرأ مقال عن ترميم برج إيفل واللي أصبح مشوه بالكامل بسبب الحرب العالمية الأولى، وده كان مسبب مشكلة كبيرة لباريس بسبب تكلفة إصلاحه، والدولة كانت بتفكر جديا في هدم البرج. ومن هنا اختمرت فكرة جهنمية في عقل فيكتور ما خطرتش على بال حد. قرر يبيع برج إيفل وابتدى في تحضير مخططه، جاهز بطاقة عمل مزورة على إنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، وقام بدعوة 6 من كبار التجار ورجال الأعمال بفندق كريلان في باريس، وقدم نفسه ليهم على إنه نائب مدير عام وزارة البريد والتلغراف، وشرح ليهم وضع البرج المزري وإن عملية صيانته هتكون مكلفة، وإن الحكومة اختارتهم هم ال6 عشان سمعتهم واسمهم، وأقنعهم بأنه الشخص المخول اللي يملك كل الصلاحيات لاختيار التاجر المؤهل لعملية شراء برج إيفل، وأكد عليهم بالحفاظ على سرية الموضوع. ومن أجل إقناعهم بفكرته أخذهم في جولة بسيارة ليموزين للبرج، وده عشان يقدر يستنتج مين أكتر تاجر فيهم متحمس للفكرة. والشخص اللي وقع في شباك مخططه هو رجل الأعمال أندري بواسون. بواسون كان شخص غير اجتماعي وبيحلم بالشهرة، وده اللي خلاه يتحمس لفكرة شراء البرج عشان تتسلط عليه الأضواء ويصبح من أكتر الشخصيات المؤثرة في تاريخ فرنسا. لكن لاستيك قابلته عقبة واللي كانت بتحول بينه وبين هدفه، وهي زوجة بواسون، لأنها كانت بتشك في أمره وما كانتش مرجحة فكرة البرج، وكانت بتحاول تقنع جوزها بنفس تفكيرها، وده لأن فيكتور كان بالنسبة لها شخص غامض ومشدد على سرية الموضوع وبيحاول يبيع البرج بأسرع شكل ممكن. وعشان يطمن لاستيك التاجر وزوجته أقنعهم إن سرية الموضوع دي حفاظا على هيبة الدولة وحرصا منه على عمولته على أكبر عملية بيع هتتخلد في التاريخ. ولأن بواسون كان شخص بيحلم بالشهرة فما كانش عنده أي مشكلة إن يدفع المبلغ اللي يطلبه منه فيكتور حرصا منه على شراء البرج وعشان يصبح محط أنظار وحديث الناس.
وجه اليوم الموعود واستلم لاستيج هو وسكرتيره الشخصي دان كولينز، واللي ما يفرقش عنه حاجة حقيبة مملوءة بالنقود واللي كانت 70,000 فرنك فرنسي حسب أغلب الروايات، وهو تمن شراء البرج وعمولة فيكتور عشان يرسي عملية البيع على بواسون ويتنسب البرج دي، عشان يتفاجئ بعدها أندري بأكبر صدمة في حياته ويكتشف إنه تعرض لعملية احتيال، وخوفا على مكانته شعر بالمهانة إنه يبلغ الشرطة، وده السبب الأساسي اللي خلى عملية النصب الأولى الرأي العام ما يحسش بيها، وده اللي شجع لاستيج إنه يرجع باريس ويكرر نفس العملية للمرة الثانية، ويختار 5 تجار ويحاول يبيع البرج لواحد منهم، ويقال إن البرج اتباع في المرة الثانية ب200,000 دولار. ولما شك الضحية في الموضوع وراح يبلغ الشرطة، اكتشف إن فيكتور مش مفوض عن الحكومة الفرنسية وإنه تعرض للنصب، لكن بعد فوات الأوان لأن لاستيج بيكون أخد أول سفينة متجهة لأمريكا عشان يتسجل اسم فيكتور لاستيج بأنه أشهر نصاب في التاريخ، وده لأنه قدر يبيع برج إيفل مرتين خلال شهور بسيطة. وفي عام 1934 اتقبض على أسطورة النصب الدولية عن طريق المباحث الفيدرالية الأمريكية، وتم احتجازه في المقر الفيدرالي الرئيسي في نيويورك. وقبل محاكمته بيوم يتمكن من الهرب من النافذة مستخدما أغطية الأسرة، ولكن بعد 27 يوم يتقبض عليه للمرة الثانية في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، ويتحكم عليه ب20 سنة في سجن الكاتراز. وبعد مرور فترة على سجنه كان بيشتكي من وجود آلام في صدره، لكن محدش صدقه لأنه شخص معروف بسجله الإجرامي المليء بالكذب والمراوغة، عشان يتطور المرض بشكل سريع ويتوفى نتيجة التهاب رئوي عام 1947، عشان يتكتب الفصل الأخير في حياة أشهر نصاب في التاريخ، واللي أصدر كتابه قبل ما يموت بعنوان الوصايا العشر للرجال المحتالين، واللي أصبح أحد أكثر الكتب مبيعاً في العالم. وفي نهاية حكايتنا أثبتت الكتب والسجلات إن التاريخ لسه ما أفصحش عن كل اللي في جعبته من شخصيات مؤثرة، واللي ما تقلش دهاء عن فيكتور لاستيج ومتميزين بخيالهم الخصب، واللي بتلهم صناع السينما والدراما بسيناريوهات بتشد الجمهور من أول لحظة لآخر ثانية فيها، واللي هنحاول نكشف لكم الستار عنها في الحلقات الجاية. اكتبوا لنا تحت في التعليقات مين كان أذكى، أحمد مظهر في بيع العتبة الخضراء ولا فيكتور لاستيج في بيع برج إيفل.